إذا كان الله والملائكة يصلون على النبي يبقى المطلوب منكم انكم تعملوا ايه بقى؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب الصلاة من الله لها معنى، ومن الملائكة لها معنى، ومن المؤمنين المأمورين بها لها معنى، كل واحد على حساب ايه؟ يبقى الصلاة من الله الرحمة، والرحمة الشاملة والرحمة العامة. يبقى الصلاة من الله الرحمة العامة المطلقة، والصلاة من الملائكة الدعاء، والصلاة من المؤمنين الاستغفار. استغفروا الايه؟ استغفروا الله. قال لك لا، استغفارهم لرسول الله استغفارهم لأنفسهم. استغفارهم لرسول الله استغفارهم لمين؟ لأنفسهم. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رحمة له، وما دام جاء رحمة له يبقى كان يجب إن توقيره لا يغيب عن بالهم أبدا. فهم إن استغفروا فاستغفار عن الغفلة عنه صلى الله عليه وسلم، أو عن إنهم لم يتقدم اسمه فيصلوا عليه. قال عمر: ودخل مرة واحد عليه فسألوه، سألوا رسول الله: ما الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: ذلك من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني ما قلت. الله سبحانه وتعالى وكل بي ملكين، فإذا صلى واحد عليه قال الملكان: غفر الله لك. مش العجب هنا لما واحد يصلي على سيدنا يقوم الملكان يقولوا ايه؟ غفر الله لك. ويقول الله وتقول الملائكة آمين. كل ما يذكر رسول الله لازم ايه؟ نصلي عليه. قال لك اللي اذكر عنده ما ابخل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ربنا بيصلي يرحم، والملائكة بتصلي بتدعي بتستغفر. طب احنا نصلي ازاي؟ ما احنا في ايدنا ايه؟ نعمل ايه؟ أم قال لك صلاتنا اننا نطلب احنا من ربنا يزيد الصلاة عليه. وانا اعمل حاجة؟ انت صلاتك ان تطلب ممن هو اعلى منك ان يصلي على رسول الله، لانه لا يوجد عطاء عندي اؤديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء قال لك تصلي عليه، بس الصلاة عليه دي ما تجيش الا اذا كنت مسلم امامك له. فلا وربك ايه؟ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اللي انت بتطلب من ربنا انه يصلي عليه تبقى لازم تسمع كلامه في كل ايه؟ في كل صغيرة وايه؟ وكبيرة.